يلا بقى كده نسمي الله ونبدأ يومنا بقى الصبح بدري كده. اول حاجة طبعا بنبدأ بيها ونبقى حاطين بقى ايه دور غسيل في الغسالة يتغسل والصبح بننشره. نطلع بقى عشان خاطر ايه نجيب السلم معانا كده من فوق واحنا نازلين. كنسة وتنظيف، تعالوا معانا كده ناخدكم جولة على السطح. كملوا الفيديو معايا للآخر، اعملوا متابعة القناة ودوسوا لايك واكتبوا لي تعليقات كتير حلو. كان بقالي عايزه اقول لكم بقالي يجي اسبوع ما طلعتش السطح على فكره. كنت عامله البصل بتاعي في قطعه الدولاب ديت، بس طلعت فكره وحشه جدا، حد يعني شرع عليا بيها. بس طلعت فكره، البصل لقيته من تحت اتهرى عشان حاطاه، بس رغم ان انا والله حاطاه ناشف جدا جدا جدا. وحطاه مكان ظل ما بيجيش عليه شمس ومقفول عليه، وحطاه بقشه عشان خاطر يفضل القش عامل فراغات هوا بين البصل وبين بعض. بس لقيت كام واحده كده بيضه. فبكره بقى ان شاء الله ابقى افضيه كله وانضفه وبعدين ارجع ارصه تاني. انا كل سنه كنت بعلقه الصراحه، بس السنه اللي فاتت علقته وباظ برضه ورميته. فالسنه دي قلنا نحطه كده، قال لك حطيه في قفص او في سبت او في حاجه يعني عيني فيها بحيث ان هو يفضل محافظ على نفسه. عملنا وبرضه باظ، هو تقريبا البصل بقى هو اللي بايظ قوي. بكره بقى ان شاء الله بقى ننزل ايه ننضفه كده ونشوف عشان خاطر البايظه ما تبوظش السليم. واللي عنده واللي معلق البصل بتاعه وباظ يقول لي برضه عشان خاطر مش عارفه بقى العيب في البصل نفسه ولا لا. كنا حاطين بقى كده دور فواتح في الغساله. يا سلام بقى لو تشم ريحه الغسيل كده وانا بنشره الصبح بدري، كانت حوالي الساعه 7:30 ولا حاجه، ريحه بقى اللافندر وبقى السطح مع العصافير مع الدنيا. يا سلام، كنت حاطه لون دور فاتح. فقلنا نطلع ننشره كده بالمره. ننزل بقى نفطر ونشوف ورانا ايه. يلا صباحكم هنا يا رب.